واحنا بنحتفل بالذكرى الثلاثين لأعياد تحرير سيناء. النهارده هيكون معانا بنت او هي سيده من ابناء شمال سيناء، وتحديدا الاستاذه سلوى الهرش. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي يا استاذه. وفي تعريفنا ليكي ناشطه سياسيه، يعني المراه في سيناء بقى ليها دور، وبتقوم بدور حتى على المستوى السياسي. في بدايه حوارنا، كل سنه وانت طيبه وحضرتك كل طيبه، شعب سيناء والشعب وكل المصري مصر كله بخير يعني. بخير. امبارح كان عيد تحرير سيناء. العيد ده بالنسبه لكم يعني ايه؟ بتبصوا له ازاي؟ او اليوم ده بالنسبه لكم شكله ايه؟ زي اي مصري بيفخر بيه ويعتز بيه. لينا اجدادنا عانوا كثيرا في هذه الارض طيبه علشان احنا نحيا النهارده، فلازم يبقى في عزه وفخر. وبنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان زي ما كان في عيد 25 ابريل، في النهارده يبقى في عيد ل 25 يناير ان شاء الله، لان احنا برضو ان شاء الله بيرتبط بتحول مصر ان شاء الله لتحول جذري من الناحيه السياسيه والاقتصاديه، وكل اللي مصر يبقى يعمها خير في المراحل القادمه ان شاء الله. وعلى ظل انتظارنا لرئيس هينقذ الامه يعني ان شاء الله. فنتمنى من الله ان يكون على قدر هذا ان شاء الله. استاذ سلوى، لو هنتكلم عن تأثير البيئة، يعني سيناء لها خصوصية معينة في البيئة بتاعتها، في شكلها. نعم. تأثير البيئة عليكم ايه، او عليكي كامرأة ايه؟ هي يعني وضع سيناء وطبيعة سيناء صعبة، ولكن ربنا بيدي كل انسان قدرات على قدر المكان. يعني بيدي المرأة قوة؟ انا المكان اللي هناك بيدي المرأة قوة؟ انا كنت اسمع جدتي تقول لي يعني ربنا بيخلق الانسان بقدرات معينة وطبيعة معينة، بحيث ان هو يتوائم ويتوافق مع الطبيعه اللي هو بيحيا فيها. سيناء جبليه صحراويه، شكرا اللي ما خلوهاش تتحول لاراضي زراعيه، ونحييهم يعني فعلا من سيناء. مش عايزه ازعل حد في عيد سيناء، ولكن احنا عشمانين في الله خير ان هي تتحول زي مديريه التحرير، زي المحافظات اللي بتبقى منتجه زراعيا، لان سيناء منتجاتها الزراعيه جابت المحافظات. صحيح. ولكن بجهد المزارع السيناوي البسيط، مفيش اي تدخلات. ده التحدي بتاعي ان عايزين سيناء تبقى خضراء زي ما بيقولوا. ده تحدي جديد من الله. يعني بتحلم المرأة في سيناء ان هي يعني تفتح في يوم تجد محافظتها هي الحل للمشكلة كلها وحل القضية. أنا ما أعرفش إحنا بنعظم الأمور ليه، وهي ببساطة شديدة القوى البشرية موجودة، وترعة السلام موجودة، والأراضي موجودة، وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بارك المسجد الأقصى وما حوله، وربنا حلف بيه والتين والزيتون وطور سنين. إذا أكيد حل مصر هيبدأ من سين، أكيد أكيد إن شاء الله. طيب أستاذة سلوى، لما تعرفنا ناشطة سياسية، يعني إيه ناشطة سياسية في سيناء؟ إيه دورك في سيناء؟ والله أنا فلة زي ما بيقولوا، ولكن كنت أتمنى الناس اللي قالوا فل أو فلة إن هم ما يظلموش. يعني إحنا تعبنا في أحداث غزة، تعبنا في أحداث السيول، اجتهدنا. أزعم إن معظم الناس اللي كانوا بيلجأوا لبيتي كنت بقف جنبهم قلبا وقالبا. معرفش يعني اتخذنا في الرجلين ان احنا بقينا فلول ليه اتقال ليه بتقولي كده؟ يعني ان احنا شاركنا في العهد العمل اللي هو ايام الحزب الوطني، هو ده اللي كان القناه الشرعيه، ده اللي كان ممكن الجا منها انا او اي سيده في اي محافظه عشان اخدم ناسي، ومش هنتبرأ من كده. طب خلينا نتكلم بصفه عامه، يعني مش عايزين نتكلم حتى يعني لا خلاص، يعني نطرح السياسه جانبا. انا عايزه اتكلم معاكي كامراه انت في العريش، عايشه في العريش. كامراه عايشه في العريش، ايه الدور اللي كنتي بتقدميه في المنطقه اللي حواليكي، او عشان ينطبق عليك كلمه ناشطه سياسيه؟ اكيد توعيه سياسيه، لازم المراه تبقى لديها الوعي. ليس لديها الوعي في فتره ما كانتش تعرف يعني ايه تشارك سياسيا، ما كانتش تحب تخرج للانتخابات او يمنعها الرجل. بتقومي بالدور ده؟ المفروض ان انا بنعمل توعيه على جانبين، ان انا بقنع الرجل ان هي تخرج في الانتخابات، تدي صوتها، من حقها ان هي تشارك بصوتها في الانتخابات، يبقى لها موقع سياسي تتحرك بيه. كانت القيادات النسائيه السياسيه في ساحة سيناء 1 2 3، ولكن آخر مجلس شعبي محلي 175 سيدة. فأكيد المشاركة دي مش من فراغ. التعليم بقى له دور، التوعية الثقافية بأهمية المشاركة السياسية لها دور،
زيادة عدد السكان في سيناء نوعا ما أصبح كل قبيلة عايزة. الناس النهاردة ربطوا السياسة بتلبية الاحتياجات. صحيح. فكلما وجدتي انك انت في القرية على مستوى وبسم الله ما شاء الله يعني سيناء زاخرة بالاحتياجات وقليلة تلبية الاحتياجات، فكان لابد ان هم يستندوا إلى المرأة. أثبتت المرأة جدارة لغوية وتحدث وحوار قد تستفز غيرة بعض الرجال. والله فده اللي خلى. طب قولي لي نتكلم حاجه عن المراه في سيناء او البنات تحديدا في المدارس. في كتير بيتعلموا طبعا تعليم البنات في سيناء في مشكله ولا في اقبال من البنات انهم يروحوا المدارس هي يتعلموا؟ منطقه وسط سيناء فيها بعض الاماكن الوعره البعيده، وكنت اتمنى ان هو احنا طالبنا كتير بنشر التعليم الفني، ومهم جدا نشر التعليم الفني والزراعي عشان يحاولوا برضه يزرعوا. البنت حضرتك والدها يقول لها اتعلمي طول ما في تعليم في القريه. طيب افرضي القريه دي ما فيهاش الا ابتدائي، خلاص اخرجي على سن 15 سنه تتجوز. بس انتوا عندكم الرغبه ان انتوا تعلموا بناتكم ويخشوا في التعليم. لا انا قصدي اقول لحضرتك ان هي لو اتجوزت على سن 15 سنه دي كارثه. بتكون البنت لم تكتمل وتنضج للزواج، ولكن هو ده الاجباري ليها. لكن لو في مثلا تعليم فني هتلاقي والدها بعد الاعدادي دخلها تعليم فني، يبقى بنطول مده الزواج، فتره الزواج على البنت، ويبقى السن مناسب يعني 20 سنه احسن من 15 مثلا. ده بيحصل دلوقتي؟ فبعض المناطق حتى الان موجود فيها حرمان للفتاه للاسف الشديد. بيستعوضوا بقى بموضوع محو الاميه والحاجات دي، لكن الامثل ليها هو انتشار التعليم الفني في الاماكن النائيه البعيده اكتر بكتير من حته الاستعاضه بمحو الاميه والحاجات دي. ليه؟ طب ما انا طالما عملت ابتدائي واعدادي ما اكمل المرحله، اعمل لها تعليم فني في المنطقه. ولكن في العريش وفي المراكز الاخرى يعني مركز بير العبد عندنا تفوقت المراه، اصبح في طبيبه، محاميه، مهندسه. كلميني عن النماذج دي يعني في بير عبد وفي العريش، كلميني عن وضع المراه في المنطقتين دول تحديدا. انا اساسا من بير العبد، بس شغلت مدير فرع المجلس القومي للسكان، وكنت اصغر مدير تنفيذي على مستوى الجمهوريه. واعديت خطتين استراتيجي لمحافظه شمال سيناء، يعني افخر ان هم اخذوا مركز اول بين المحافظات الثانيه. فالمراه عندنا شوفي حضرتك، اولا هي بتكافح على جبهتين، مكافحه على مستوى الاسره ان عايزه تثبت وجودها، ومكافحه على مستوى المجتمع. عايزه المجتمع باي طريقه، وان كان في البدايه المجتمع لا يتقبلها كامراه، ولكن بجهدها وبعنائها وباصرارها بتنال احترام الجميع. يعني انا في انتخابات الكوتا حصلت على تأييد جميع مشايخ سيناء، ودي في حياتي بعتبرها يعني وسام شرف. وقلت لهم بالنص انا عايزه سيده على مستوى جمهوريه مصر العربيه تكون اخذت دعم كل مشايخها او عمادها او اقتنعوا بيها. ما هو مش هيمديني دي نقطه مهمه، هو مقتنع بيكي بالظبط بادائك وبتعبك وجهدك وتعبيرك عنه وعن اللي وراه. صحيح. اذا انت عبرتي وكنتي قناه وصل قويه في التعبير عن همومهم وعن مشاكلهم وعن قضاياهم، سينا دي انا بعتبرها قضيه بلا محامي. هنكمل موضوعنا ومعانا الاستاذ عاطف الجبالي. استاذ عاطف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وكل سنه ومبروك عليكم وعلى مصر وعلى كل المصريين كلهم وعلى اهل سينا وعبد سينا. وانت طيب. وانت طيب استاذ عاطف. احب اقول كلمه بسيطه جدا، كلمات بسيطه جدا جدا في حب مصر عامه. سينا جزء عزيز من مصر. بتقول صباح جديد يا بلد ونهار جديد اتولد، انزاح كابوس الودع والنور بشمسه طلع، والحب بينا رجع شايل محبه ومدد. صباح جديد يا بلد، صباح جديد على مصرنا ونهار جديد فيه الهنا. الشمس طلعت سلمت بكل شوق على مصرنا، على الشباب البطل وقلوب بتهوى العمل وتقول صباح الامل على كل بنت وولد. لما الظلام على مصر طال والكل قال ده النور محال، طلعوا الولاد زي الاسود لفرحنا فتحوا المجال، ورجعت بين البلاد يا غاليه يم البلاد، ورد حسن الولاد كراهه وجهد. صباح جديد يا بلد يا مصرتنا صدرك امان ورملتك حنه وحنان، لولادك الامان يديكي افراح الزمان، واليوم ده يوم الهنا جايين بحب ومنى نصنع بها كلنا بايدين مليها عدد. صباح جديد
يا بلد. شكرا يا استاذ عاطف، بشكر جدا استاذ عاطف الجبالي على مشاركته معانا في احنا كمان بنشكره بقى، يعني احنا بنحييه ان هو يعني فاكر عليه سينا، وعلى فكره انا بحييه لان هو حسسني ان سينا في قلب كل مواطن لا ده مصري. حقيقي. اي بجد لا والله، سينا فعلا بجد والله قطعه غاليه جدا في قلوبنا اكيد. ولما شباب مصر ان شاء الله يروحوا ويعمروها ويسكنوا فيها، وعندنا احنا عرايس عايزين حلوه هنجوزهم هناك. ما في دعوه يقلقوش، حلوه دي دعوه يعني العروسه والبيت والارض، عايز ايه تاني؟ طب متهيألي ده يعني. خليني اسالك بقى الفتاه السيناويه، يعني الحاجات اللي احنا يعني موجوده معانا دلوقتي دي والشغل الجميل ده، اتفضل. ده شغل يدوي. نعم. ده البنت السيناويه بتبتدي تعمله من وهي طفله مثلا، تتعود على الحاجات دي. بنتوارثها من الاجداد. بنصحى على ام قاعده بتعمل في الشموسه الحلوه كده، والجده قبلنا درست لها وهي بتديني كعاده اي حرفه يدويه بتتوارث من الاجيال. يمكن بس اللي جديد في الموضوع ان برضو ده جمال المراه السيناويه وذكائها الشديد ان هي تطور من هذا المنتج. كان زمان توب بدوي تقيل عشان يحميها في الصحراء والحاجات دي، دلوقتي احنا وظايف وبنروح للشغل فخففناها لعبايه جميله، لبلوزه، لشال زي اللي منوره على حضرتك كده، منورانا بيه ومشرفانا وانتي مرتدياه. لا ده يعني شرفني ان انا يعني البس حاجه من اهل سينا وعاملينهم بايديهم حاجه يدويه جميله تعبانين فيها. وشايف حضرتك المفارش الجميله في شغل كمان الخرز، في اكسسوارات الحريم دي، في حاجات اهي معدله وحاجات جميله، في الميداليات للعربيات والحظاظه بتاعت العربيه. يعني اي عروسه بتيجي تتجوز بتعمل شغل حاجات بيتها من الحاجات دي؟ المفروض ان احنا ولا ده بقى تقليد؟ لا لازم يبقى فيه ان شاء الله، حتى يعني المجلس العربي ده في كل بيت سيناوي لازم يكون فيه مجلس لاستضافه الناس، بيكون فيه بقى اللمسات السيناويه والله هقول لحضرتك انا كنت برضو تنفيذيه، كنت اصراري الشديد ان اي رئيس مدينه في سينا يعمل تزاوج بين التراث بتاعنا والحديث. بمعنى لو حضرتك دخلتي مركز بير العبد حاليا حاطين رمز الكرم عندنا بكرج القهوه والفنادين والحاجات دي، فشوفي كل ما وضعتي لمسات. انا بقى انظري للخليج بيستغلوا تراثهم بطريقه سياحيه رهيبه. شوفي جزيره النخله دي اللي عاملين، طب انا عندي مليون نخله في سينا، طب ما احنا كنا استغلينا البحر الابيض المتوسط ونفذنا جزيره النخله وعملناها بطريقتنا. يعني في افكار لسه لو طرحتها الحكومه سياحيا هترفع من مستوى سينا سياحيا. طب وانا ممكن اقول حاجه كمان، مش بس الحكومه وانتوا اهل سينا لازم تكونوا مشاركين في التنميه دي عشان تحسوا بقيمه اللي انتوا بتعملوه. ما هو سينا مش هتتنمى الا ببلادها وبيكوا على فكره. هو احنا بنحاول نشجع قدر المستطاع الجمعيات الاهليه في القرى، بحيث ان انا كل تفكيري تحويل القريه السيناويه من مستهلكه بعد ان كانت منتجه. ايام الجده وامي كانت الاغنام والصوف والدواجن والبيض، وتعالي شوفي اعمارهم بتبقى طويله ازاي، تعالي شوفي بشره الست ازاي بتستخدم طبيعي. جدتي كانت تقول لي بعد ما اعمل اللبن اخد الزبده ادهنها على وشي وعلى، شوفي انت بقى يعني ابداع الجماليات من الواقع. النهارده احنا بنجيب علب من الصيدليه، الله اعلم الكيميكالز اللي فيها ايه شكله، الله اعلم هياثر عليا يعني الست كانت ناتشرالز كلها طبيعي. وفي نفس الوقت تبصي تلاقي ايه الست منتج، عضو منتج. بتعمل ايه بقى؟ انا عايزه اعرف كانت بتعمل ايه المراه؟ يعني تربي دواجن، وطبعا الدواجن بيبقى فيه انتاج للبيض، بيبقى فيه البان، بيبقى فيه اغنام، بيبقى فيه صوف. الست طول النهار وهي شغاله في بيتها وتراعي الحاجات دي وتطلع انتاج، البيت لازم يكون منتج. النهارده في القريه اصبحت القريه كانك قاعده في اي حي في القاهره بيشتروا البيض وبيشتروا الحاجه. للاسف الشديد يعني فرق كبير بين ان القريه تكون منتجه او مستهلكه. نعرفه ان دايما القريه تبقى منتجه، ده اللي نعرفه. اتمنى من خلال برنامج سعادتك يبقى في رؤيه في وزاره تنميه سينا اللي جايه ان كيفيه اعاده تطوير سيناء عشوائيات كتير. خلينا نتكلم عن الموضوع ده مهم قوي. بس معانا منصور من العريش. ايوه منصور. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احنا بنمس على مدام سلوى القرش طبعا يعني معرفه. ايوه وسيادتك، واحنا منصور شحاته مدير مكتب جريده تعاون الاهرام مؤسسه الاهرام، وهو الحديث شيق بينكم وبين الاستاذه سلوى. بس انا ليا تبع التلفزيون المصري اولا. قول. احنا كان امبارح عيد تحرير سيناء. اين القناه الاولى؟ اين الفضائيه؟ اين القنوات التلفزيون المصري؟ ما يجيبناش العريش ليه يعني؟ لا حساب، وهكتبها النهارده في جميع الوسائل اللي انا بشتغل فيها
وعلى الفيسبوك وهامله الجرايد كلها اللي انا بشتغل يا فيها يا استاذ منصور، يعني هكلمك على الفضائيه، بس اقول لك احنا امبارح عاملين فقره عن الزراعه والتنميه في سيناء. لا مسجله، وانتم امبارح صباح الخير من القاهره. لا احنا جونا جو احلى جو في مصر كلها. ما انت لو جيتي وشفتوا مصر يا جماعه هتعرفوا العريش دي بقعه من الجنه. احنا جاي لنا مشاريع وجاي لنا تطوير وتنميه وفي وسط سينا وكل ده. تعالوا شوفوا احنا الكره. خلاص دي دعوه جميله من اهل العريش واهل سينا، احنا نجي لكم اقرب فرصه ان شاء الله. امتى بقى؟ لا في عيد تحرير سيناء وعدنا في العريش ما يجاتوش، هيتجوا لنا لا لا لا، بس انا عايز اقول لك معلومه بقى. انا بقول لرئيس التلفزيون لو سمحت، كان عندنا لنا مندوبكم عندنا في العريش سحبتوه ومشي اشرف سويلم ومشي، يعني هو اللي كان بغطي العريش. يا استاذ منصور مراسل تلفزيوني كمان. طب خليك اقول لك بس حاجه. اولا بشكرك على اتصالك، وعايزه اقول لك مش بس يوم 25 ابريل لازم نكون متواجدين، احنا هنكون متواجدين معاكم طول السنه. وده الكلام ودي الدعوه اللي دايما بنقولها، ان سيناء مش يعني ما بتستاهلش مننا يوم واحد، هي طول السنه، لان احنا عارفين ان سيناء المستقبل ليها يعني كمصريين المستقبل لينا في سيناء. مش الكلام ده صحيح يا استاذه سلوى؟ والله انا ارجو ان المجلس العسكري يتدخل لرغبه الاستاذ منصور، ويبقى في قناه محليه لشمال سيناء اسوه بالمحافظات الاخرى عشان ما يزعلش الاستاذ منصور. القناه الثانيه القناه الرابعه ونرفع عنكم القناه الرابعه مش توصل لكم؟ القناه الرابعه بتحاول التغطيه، وقناه المحور بتحاول التغطيه، وبنحييكم كمان. يعني الاستاذ منصور من ابناء الوادي على فكره بالمناسبه، ولكن لديه انتماء لسيناء يمكن، وانا سعيده بيه، وهو بيشتغل مراسل صحفي والكلام ده، لكن هو حرصا منه نفسه لو القنوات جت تتصور على ارض الواقع، لانه كل ما جيتي حضرتك ولمستي بنفسك ولمس المسؤول من خلال هذه التقارير الايقاعيه اللي بتبقى على فترات، هتعرفي هل في تنميه حقيقيه؟ هل البلد دي فعلا ايه اللي محتاجينه؟ يعني انت كامراه وبتعملي في سيناء، في قلتي حضرتك مدير تنفيذي للمجلس القومي للسكان، يعني انت لامسه على ارض الواقع المشاكل في سيناء وتحديدا المراه. ايه المشاكل او التحديات اللي بتقابلها المراه ومشاكل التنميه عندكم في سيناء؟ لا انا دلوقتي ماسكه في الاتصال السياسي في اداره العريش التعليميه، لان انا قعدت حوالي 10 سنوات حاليا وتركت ورجعت للمجال الاساسي. ولكن عايزه اقول لحضرتك حاجه، يشغل بال كل مصري وليس سيناوي استكمال المشروعات القوميه. ترعه السلام فين؟ الزراعه فين؟ خط السكه الحديد اللي اتنهب اكتر من 3/4 الحديد اللي كان فيه عشان عدم استكماله. ده برنامج انتخابي لكل واحد فينا بيترشح، بسم الله ما شاء الله، بنعمل برنامج انتخابي يعني بسم الله ما شاء الله ما يخرش الميه، بس تحقيقه على ارض الواقع هي دي بقى المعول الاساسي لوزاره تنميه سيناء اللي جايه ان شاء الله. وارجو ان يكون في اعضاء فعالين. هي وزاره ولا هيئه؟ الله اعلم، هي هيخلوها وزاره او هيئه او ايا كان المسمى. اتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون فيها اعضاء من ابناء البلد، لان مكه ادرى بشعبها طبعا. اتمنى ان هو اثناء وضع تخطيط جديد لسينا، والله سينا هتخدم مصر كلها. اذا احنا لغايه دلوقتي في مجالات ايه؟ ممكن نقول في مجال الزراعه، في مجال الصناعه، في مجال الاسكان عندكم مثلا صناعات يعني لغايه دلوقتي احنا بنعمل مشاريع اسكانيه عشوائيه. هل يعني الوزير المحافظ لديه الخبره قبل ما يحط، انا مش بقول على الحالي، انا بقول على السابقين، هل وهو بيحط خطه حي الزهور او حي الريسه او اي حي من الاحياء دي، هل هو يعرف جيدا ان الارض دي قريبه من سطح البحر الميه، فيكون الميه قريبه فتستصلح زراعيا؟ هل لديه في خبره دي؟ لا اظن ان هو لديه الخبره دي. لكن الان المفروض ان انا لما اخطط اسكان اعرف ان الارض دي اولا مش زراعيه، اعرف ان الارض دي الميه فيها عميقه تحت. في بعض الرؤى ما كانتش موضوعه، واكبر دليل على كده الشاليهات اللي قفلت اجمل شاطئ في مصر كلها، واللي اضاعت السياحه في سيناء بقرارات من محافظين. طب خليني اتكلم معاكي في المستقبل. اتفضل. بعد الثوره واعتقد فيه اهتمام كبير بسيناء، وزي ما يقولوا في الطريق ان شاء الله وزاره او هيئه تحديد او مؤسسه لتنميه سيناء. خلينا نشوف المستقبل، يعني ايه الحاجات اللي ممكن نركز عليها غير مشروعات التنميه زي ما قلت عليها ترعه السلام او الزراعه، في مجال مثلا السياحه. ايه اللي ممكن نعمله في مجال السياحه في سيناء؟ عند حضرتك شاطئ فراغ من العريش لحد بير العبد، شاطئ فاضي غير مستغل. فين القرى السياحيه اللي عليه؟ طيب في عند حضرتك شاطئ الرواء ده على بحيره البردويل، كانت ممكن تتنفذ فيه حاجه زي جزيره النخله اللي قلت حضرتك عليها مثلا. نهتم بالشراع اللي هو ممكن يجيب سياحه. نهتم بالسفاري. في عندك وسط سينا في طريق الحج المقدس
ما فيش سائح جه دخل جمهوريه مصر العربيه واتحط في البرنامج بتاعه طريق الحج المقدس بتاع وسط سيناء مثلا. طيب خلينا نتكلم عن الصناعات التقليديه او اليدويه. انا شايفه ان انتم بارعين جدا، والناس صناعات يدويه اصيله تعبر عن التراث والثقافه السيناويه. ازاي تتنمى هذه الصناعات وممكن تبقى دورها ايه في المستقبل؟ والله انا للمرأة تحديدا اتمنى ان يتبناها رجل اعمال. الصناعات دي لو كان في رجل اعمال هيستطيع ان هو ننشئ مركز تدريب على اعلى مستوى، يكون لديه القدره ان للفتيات الصغيره، للفتيات الصغيره، ان مسؤوله زي الاستاذه فوزيه للمنتجات دي تتبع البازار بتاعها، نجمع برضو العناصر اللي هي مهتمه بهذا المنتج، تكون هي مدربه لهذه الفتيات. يعني احنا عايزين تدريب مثلا، تدريب عموما نتكلم بصفه عامه بدون اسماء. الاستاذه فوزيه دي مش موظفه حتى الان، طب ما انا استغلها مشرفه في هذا المكان وهي تدرب معاها الفتيات، واخده بال حضرتك، وتعمل هاند ميد، وفي نفس الوقت رجل الاعمال لديه القدره ولديه العلاقات ان هو يعمل معارض على مستوى العالم العربي. مشكله التسويق مثلا المنتجات دي؟ ما فيش حضرتك تسويق، الحاجات دي متراكمه عندهم، وللاسف الشديد ما فيش اي جانب تسويق. ليه ما نعملش معرض دائم في المحافظات السياحيه؟ في أسوان واحد، في كاترين واحد، في شرم الشيخ، معرض دائم، ويكون إيجار هذه السيدة فيه مش كبير عليها، مش عالي عليها، عشان اساعدها على تسويق هذا المنتج. المنتج ده بيتباع اخره المعرض ارض المعارض مدينه نصر، يعني اخره الدولار. يعني مشكله في التسويق، لكن لو ده اتعرض على السائح هيبقى باليورو بالدولار، فهتشغل معاها بنات الحي كله يعني. طبيعي. طب استاذه سلوى، حضرتك قلتي برضو نقطه مهمه قوي قبل ما جينا الاتصال، الجمعيات الاهليه. نعم. دورها ايه بالنسبه لتنميه وضع المراه وتمكين المراه وخليها لها دور فاعل في سيناء؟ أنا شفت بعض الجمعيات الأهلية، أنا نائب رئيس جمعية شباب رابعة. الجمعية دي في أحداث غزة تبرعت بحوالي 2 مليون تبرعات من القرى المجاورة. يعني أنا أقصد أن الشباب والفتيات والسيدات لما بيصروا على شيء بجد والله بيعملوا حاجة. عند حضرتك كمان أيام الانتخابات عملوا لهم تدريبات على مراقبة الانتخابات. جميل. وشاركت الفتاة فيها وعرفت ازاي التجاوزات اللي في الانتخابات بتحصل ازاي. يعني في ثقافة بتحدث من خلال الجمعيات الأهلية. أنا أرى والله أعلم أن الجمعيات الأهلية دي لو تم الاهتمام بيها أكثر من هذا، وأنا ماليش دعوة بالتمويل جه منين، ده مش مشكلتي يعني. لو كل مسؤولين في مصر سألناهم جبتوا تمويلكم منين هتبقى مشكلة كبيرة. فالله أعلم الفوكس كان على الجمعيات الأهلية، لكن لو أنت فكرتي بقى ودورتي بتكلم على الجمعيات الأهلية اللي هي واحد من أهل البلد هتبقى مشكلة عليه. أنا بتكلم على من أهل البلد، يعني أستاذة سلوى الجمعيات اللي من أهل البلد اللي بتهتم بالوضع في البلد. وعلى فكرة الجمعيات الأهلية دي كانت سبب صناعتي كقيادة سياسية، بمعنى ان انا في بدايتي السياسيه كنت مرفوضه من المجتمع الرجالي اللي حواليا وقرايبي وعمي وكده، لا 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 راجل احسن حتى وان لم تكن لديه الكفاءه. الجمعيات الاهليه لما انا قدرت اجيب مشروعات من وزاره البيئه وخدمت على المجتمع ان اخدم على السيدات بنوع من المعونات للمراه المعيله. الجمعيه الاهليه والعمل المدني انا بنصح كل فتاه على بدايه الطريق لديها طموح سياسي انها تبدا من خلال الجمعيه الاهليه، تخدم على مجتمعها، يلمسوا خدماتها، المجتمع تلاقيه كله بينادي بيها وبيشيد بيها، وتبقى فعلا قياده طبيعيه سياسيه من خلال العمل المدني والجمعيات الاهليه. شوفي بقى حضرتك كام من الاستفاده للمجتمع من خلال الجمعيات الاهليه، وحتى الان مش شايفه انصاف للجمعيات الاهليه والجمهوريه. حتى الان ليه سيبناهم يلجأوا للتمويل الخارجي لو احنا بنضحك عليهم دلوقتي؟ طب ما لو في تمويل داخلي. خلينا نتكلم، يعني طبعا دي قضيه اخرى مش موضوعنا دلوقتي، نتكلم عن المراه في سيناء وتحديدا في شمال سيناء. في المراه في اقبال على ان هي تكون بتشارك في الناحيه السياسيه في عندكم في سيناء، ولا على استحياء؟ وبس انا سامعه حتى من كلامك ان ايضا الرجل نظرة متغيرة شوية في المجتمع السيناوي، وبيساعدوكوا وبيقفوا جنبكوا، فهل في إقبال من المرأة على المشاركة في الحياة السياسية عندكم في سيناء؟ أنا أقول لحضرتك بصراحة من خلال مشهد الكوتا اللي فات ده كان في حوالي أكتر من 50 سيدة ترشحوا في شمال سيناء. ده دليل على إن يمكن معظم القبائل تمثل عنها، وبنات الوادي اللي موجودين والمسيحيين اللي موجودين، يعني كل طوائف المجتمع السيناوي هبت لأن تشارك سياسة. انا بفخر بيهم وبفرح كقياده سياسيه ان قدرنا نعمل تحول. كنا بنروح نلاقي السيده اخرها مجتمعها منغلق،
ان انا اطلعها من القوقعه دي واخليها تشارك وتقول لا انا بنت الوسط، انا عايزه امثل بلدي، انا في احتياجات خلتني اطلع. فالاحتياجات من ناحيه والتوعيه من ناحيه خلت المراه السيناويه تشارك. والمراه السيناويه على فكره تقدري تقولي انها طوائف، بمعنى في المراه المثقفه، في المراه اللي بين يعني اللي زي ما بيقولوا سيمي بدوي، اللي هي بين البدو وبين الحضر، عملت ميكس بين الاثنين. في تنوع يعني. في المراه البدويه البسيطه اللي هي ما زالت بتعمل على الحطب، بس ده ليها دور برضو عموما. انا بشكر جدا عشان بس وقتنا، بشكر جدا الاستاذه سلوى الهرش من ابناء شمال سيناء، هي ناشطه سياسيه وتعمل في مجال في سيناء. بشكرك جدا وكل سنه وحضرتك طيبه ودايما تكونوا متواجدين معانا ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه، وكل جنود اللي موجودين في شمال سيناء داخليه وجيش عشان ما يزعلوش مني طيبين. اتمنى عيد سيناء تحرير سيناء اللي جاي تكون مصر في ظل رئيس دوله على قدر مصر في الشرق الاوسط، واولادنا اللي في سجون اسرائيل، يا اسرائيل ادينا اولادنا، احنا مصرين عليهم ان شاء الله، وهنجيبهم ان شاء الله بسياسه حكيمه هنجيبهم ان شاء الله. يا استاذه سلوى، انتهت حلقتنا النهارده من سيدتي. اشوفكم ان شاء الله فريق عمل جديد يوم السبت القادم. الى اللقاء.